السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. النهاردة السؤال عن الغفوة. يعني الواحد يبقى يدوبك كده بيروح في النوم، يدوب بيغمض عينه يبص يلاقي نفسه شاف رؤية. يعني هو لسه ما دخلش في مراحل النوم. هل ده يعتبر منام ولا يعتبر ان انا صاحي؟ الرؤية دي اللي بيميزها انها بتبقى عاملة زي مشهد بتشوف فيه حاجة وانت بتوصفها، ما بيبقاش فيها حوارات، ما بيبقاش فيها كلام كتير او كده، ولكنها بتكون مهمة جدا ومؤثرة ولها معنى مهم جدا يفرق مع الرؤى. انا من وجهة نظري ان ده من اصدق المنامات اللي فعلا لما الواحد بيشوف فيها رؤى بتكون رؤى مهمة ومؤثرة جدا. الشخص ده لا لحق يروح في النوم ولا لحق ان هو دماغه يدخل فيها العقل الباطن او التأثير او ينسى او كذا. الرؤية دي بتكون رؤية صادقة ومهمة جدا. يعني ناخد بيها طبعا الرؤية دي، وبشوف رؤى كتير قوي بتكون مهمة لأصحابها في الوقت ده. والرؤية من الله سبحانه وتعالى يرسلها لك أينما شاء وقت ما شاء. يعني هو هيرسلها لك في الوقت ده. ايه المشكلة؟ انت بتتخيل ان انت ما رحتش في النوم، لكن انت رحت في مرحلة معينة من مراحل النوم. السؤال ده برضو بتسأله كتير، قلت اوضحه لكم. نوم الغفوة اللي هو يدوب كده بروح في النوم شفت مشهد، ده رؤية يعتبر رؤية. والله تعالى اعلى واعلم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة. شكرا لكم على متابعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.